قصتنا النهاردة هتخليك طول ما انت بتسمع أحداثها تسأل نفسك سؤالين مهمين. لحد فين ممكن تصل القسوة بإنسان؟ ولأي مدى ممكن يصل الجحود؟ في كل مرة بنحكي فيها قصة قاتل أو سفاح جديد بنعتقد إننا وصلنا لقاع بير الجريمة المظلم، ولكن بترجع الحياة تفاجئنا بقصة جديدة بتضرب لينا مدى جديد ورقم قياسي آخر في حجم القسوة والدناءة اللي يمكن أن ينحدر إليها بعض البشر. أهلا بيكم. قبل ما نبدأ قصتنا، أنا رحاب محمد بفكركم لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في 15 إبريل 2008 الساعة 2 بعد منتصف الليل في قرية باوان خيري، ودي موجودة في ولاية أوتار برديس شمال الهند، صحي السكان مفزوعين على صريخ واحدة ست بتطلب النجدة. جريوا بسرعة ناحية الصوت اللي كان مصدره منزل عائلة شوكت علي، وده واحد من أعيان البلد وملاك الأراضي الأثرياء. وصل الجيران للمنزل اللي كان مكون من طابقين، وكان أول اللي وصلوا واحد اسمه لطف الله خان، اللي على بال ما وصل كان سكت الصريخ ورجع الهدوء. دق الباب أكتر من مرة وكان اتجمع عدد أكبر من الجيران معاه، ولكن الباب ما اتفتحش. بدأ الجيران كلهم يخبطوا على الباب وينادوا على أصحاب البيت، ولكن محدش بيرد. وأخيرا قرروا كسر الباب، وبمجرد ما دخلوا لقيوا في انتظارهم أبشع مشهد ممكن يشوفوه في حياتهم. في فناء المنزل كان شوكت علي نايم على الأرض ومدبوح، وجنبه بنته شبنام مستلقية ولكن فاقدة للوعي. أما في داخل المنزل كان فيه المزيد من المشاهد الفظيعة، زوجة شوكت علي وأولاده الاتنين وزوجة ابنه وبنت أخوه المراهقة اللي عندها 12 سنة، كلهم مقتولين بنفس الطريقة، ذبحا طبعا. حتى الحفيد الرضيع اللي كان عنده 10 شهور كان مقتول مخنوق ونايم في الفراش بين جثتين أبوه وأمه. الناجية الوحيدة من المجزرة دي وهي الابنة شبنام اللي كان وقتها عمرها 25 سنة. استعادت وعيها فيما بعد في المستشفى، وقالت في إفادتها قدام الشرطة إن في مجموعة من اللصوص هاجموا البيت وقتلوا العيلة بأكملها. لكن كلامها ما أقنعش المحققين، لأنهم ببساطة ما لقيوش حاجة مسروقة من البيت، وغير كده لقيوا إن باب البيت الرئيسي كان مقفول من الداخل ساعة وقوع الجريمة، وده بيدل على إن ولا حد دخل ولا حد خرج من البيت. تقرير الطبيب الشرعي زاد من شكوك الشرطة لما اكتشفوا عبر تشريح الجثث إن الضحايا تم تخديرهم بالكامل قبل ما يتم ذبحهم. وهنا طبعا بدأ المحققون يشكوا في الابنة شبنام، فإذا كان جميع أفراد العائلة اتعرضوا للتخدير واتذبحوا زي الخرفان وهم نايمين، فليه تركها القاتل أو القتلة حية؟ سؤال ما وجدتش شبنام الإجابة ليه لما حصروها بالأسئلة. وكمان التحقيقات مع سكان البلد بدأت تكشف مزيد من الخبايا. الجيران كمان قالوا بأن العلاقة بين أفراد العيلة كانت متوترة بشدة مؤخرا، وبالتحديد مع الابنة شبنام. تعالوا بقى نلقي الضوء شوية على حياة شبنام. شبنام شابة حاصلة على ماجستير في اللغة الإنجليزية والجغرافيا وشغالة معلمة. أما عيلتها فهي عيلة ثرية من ملاك الأراضي، وبالطبع كانت العيلة دي عايزة تجوز بنتها الوحيدة لشخص من مستواهم، لكن للقلب أحكام زي ما بيقولوا. فقلب بنتهم اتعلق بشاب من القرية اسمه سليم. سليم كان عاطل عن العمل، وكان سليل عيلة فقيرة من طبقة اجتماعية أدنى. ولأن نظام الطبقات بيلعب دور بارز في المجتمع الهندي اللي هو في الأساس نظام صارم وظالم لأبعد الحدود، بعض الناس بتظن أن النظام ده موجود عند الهندوس فقط، اللي هم منبوذين في قعر السلم الطبقي يعني، وبيتعامل معاهم باحتقار وبيتعرضوا للنبذ والاضطهاد. بس في الحقيقة إن النظام ده كمان موجود بشكل أو بآخر عند الهنود من أديان ومعتقدات تانية.
يعني مثلا لو هنتكلم على الطائفة المسلمة في الهند، هنلاقي إن هم بينقسموا لكذا طبقة. يعني على رأسهم طبعا طبقة الأشراف، ودول اللي بيزعموا إنهم بينحدروا من جزيرة العرب أو من سلالات حاكمة زي المغول والأتراك، أو من هندوس الطبقة العليا اللي تحولوا بعد كده للإسلام عبر العصور. أما الطبقة التانية وهم الأجلاف، ودول بينحدروا من الهندوس المتحولون للإسلام من طبقات متوسطة. أما بقى في أسفل الهرم فبتقع الطبقة الثالثة وهم الأرذال، ودول جايين عن طريق الهندوس اللي تحولوا للإسلام ولكن من طبقة المنبوذين. وبالطبع من غير المقبول لفتاة بتنحدر من طبقة الأشراف إنها تتزوج بشاب من طبقة الأرذال زي سليم كده، لكن شبنام أصرت على حبها رغم اعتراض أهلها الشديد اللي وصل لحد التعنيف والضرب. وكمان الأمور وصلت للحد اللي تقدم فيه أحد أقارب شبنام ببلاغ للشرطة لمنع العلاقة بين شبنام وسليم. كده بقى نقدر نقول إن العلاقة بين الفتاة وأهلها وصلت لحد الانفجار. لما تمت محاصرة شبنام وسليم بالشواهد والأدلة، اعترفوا أخيراً وقالوا بأنهم دبروا الجريمة وقتلوا العيلة علشان يصفلهم الجو، وخصوصاً إن شبنام كمان كانت حامل في شهرها التاني من سليم. أما عن تفاصيل الجريمة وإزاي حصلت، فشبنام قالت إن سليم إداها دواء مخدر حطته لعيلتها في الشاي اللي وزعته عليهم بعد ما أكلوا وجبة العشاء. وبعد ما فقدوا وعيهم اتصلت بسليم اللي راح لها عند المنزل وكان في إيديه فيس، وقاموا هما الاتنين مع بعض وخلصوا على جميع أفراد الأسرة. كانت شبنام بتمسك وترفع راس الضحية للأعلى، وكان سليم بيذبح. لما وصلوا للطفل الرضيع، سليم ما طلعوش قلبه إنه يذبحه. لا يا راجل فيك الخير. فقامت شبنام وقتلته خنقا بإيديها، وبعد كده حطيته في وسط جثتين أبوه وأمه. وأخيرا انتهوا من الجريمة، وغادر سليم بعد ما تبادلوا هما الاتنين القبلات الساخنة فوق أشلاء العائلة المذبوحة. وبعد كده قفلت شبنام باب البيت وبدأت تصرخ لحد ما وقعت على الأرض علشان تمثل إنها أغمى عليها. طبعا كانت جريمة الاتنين العاشقان دول محور حديث الصحف الهندية لفترة طويلة، وتمت متابعة المحاكمة على نطاق واسع. العجيب بقى إنه في المحكمة انقلبوا الاتنين على بعض. سليم قال إن شبنام هي اللي دبرت كل حاجة، وقال إنها كانت مخمورة ليلة الجريمة، وإنها اتصلت بيه بتطلب منه إنه يحضر لمنزلها، وإن هو لما راح لها كانت حضرت كل أسرتها وبدأت تقتلهم، وإن هو مجرد ساعدها. أما شبنام بقى فقالت بإنها ما كانش ليها أي دور في قتل عيلتها، وإن الأمر كله دبره سليم وكمان بدون علمها أو مشورتها. أما بقى أغرب موقف حصل في الحدوتة دي كلها هو موقف القاضي اللي قال شبنام قبل ما يصدر حكمه عليها، قال لها أنا متفاهم مشاكلك مع عيلتك وخلاصك لحبك، ولكن كان في مقدرتك وبكل بساطة إنك تهربي منهم بدل ما تقتليهم، وكمان كان في مقدوركم انتوا الاتنين إن انتوا تروحوا مدينة تانية في البلد الشاسع ده علشان تقدروا تعيشوا حياتكم زي ما انتوا عايزين بعيد عن ضغوطات العيلة والمجتمع. لكنكم اخترتوا طريق آخر ما كانش الحب فيه هو السبب، لأ كان الطمع. الحقيقة الواضحة إنك قتلتي عيلتك كلها بتدبير وتخطيط علشان ترثي الأملاك بتاعتهم وتعيشي بقية عمرك مرفهة في أحضان حبيبك. بعدها صدر حكم الإعدام بحق شبنام وسليم اللي ما كانش أبدا مفاجئ لحد، ولكن المفاجأة إنه كان أول حكم إعدام بيصدر بحق امرأة في تاريخ الهند
بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1947. المشكلة بقى إن المأساة ما اكتملتش بصدور حكم الإعدام والموضوع خلص على كده، لأ، ده كان لسه في ضحية تانية في القضية، طفل بريء، وهو اللي أنجبته شبنام سفاحا من حبيبها سليم. الطفل ده واللي اسمه باتو عاش مع أمه كذا سنة في السجن قبل ما يتم وضعه تحت رعاية أحد أصدقاء العيلة. الولد المسكين اللي معملش أي ذنب وما اقترفش أي جناية، ولكنه كان بينال كل اللوم من الناس على جريمة أمه وأبوه، وبدأت تلاحقه الألسن بالغمز واللمز في الشارع وفي المدرسة وحتى كمان في المسجد. ومع ذلك ورغم صغر سنه قدم التماس للسلطات والرئيس الهند شخصيا بأنه يعفو عن والدته، وقال في كلامه إن هو بيأمل إن رئيس الهند ما يخيبش رجاء طفل مثله ويعفو عن والدته. وقال كمان إنه لما قابل أمه طلبت منه إن هو يدرس بجد وإنه يكون إنسان جيد وإنه ما يخافش. ومع اقتراب إعدام شبنام بيحاول فريقها القانوني إيقاف التنفيذ، وبيجادل بإن المرأة كانت ضحية، وبتقول المحامية بتاعتها إن موكلتها ما اعترفتش لحد الآن بارتكاب الجريمة، وإن هي عبارة عن ضحية لمجتمع أبوي. وفي ناس كتير شهدوا كمان إن هي كانت بتتخانق معاهم كتير زي ما قلنا، ولكن طبعا ده مش مبرر خالص للي هي عملته. جايز تكون القضية انتهت بالنسبة لعامة الناس والإعلام في الهند، ولكنها ما انتهتش لسكان قرية بوان خيري اللي ما فارقش رؤوسهم ذكرى الليلة الدامية اللي عاشوها، وأبدا ما عرفوش ينسوا اللي فعلته الابنة الخائنة بعائلتها، لدرجة إنه منذ تاريخ وقوع الجريمة لحد يومنا هذا مفيش أي شخص قام بتسمية ابنته أو بنته شبنام، مع إنه من أسماء البنات المألوفة في الأنحاء هناك. مش قلتلكوا في بداية الفيديو إن قصتنا النهاردة هتخليكوا طول ما انتوا بتسمعوا أحداثها تسألوا نفسكوا سؤالين مهمين؟ لحد فين ممكن تصل القسوة بإنسان؟ ولأي مدى ممكن يوصل جحوده؟ أظن بعد اللي سمعناه ده مفيش أكتر من كده قسوة وجحود ممكن تجمع في بني آدم واحد. ونتمنى إن احنا إن شاء الله في اللي جاي يكون العالم يكون أحسن من كده، نسأل الله السلامة للجميع طبعا. في نهاية الفيديو بقى بفكركم كنت معاكم رحاب محمد، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بقى هستودعكم الله وأقابلكم إن شاء الله بإذن الله في قصة جديدة، وأقول لكم دلوقتي مع السلامة.